أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست يوميات نفسية. ضيفنا هو الأستاذ الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للطب النفسي، وزميل دولي للجمعية الأمريكية للطب النفسي. أهلا بحضرتك دكتور محمد، نورتنا. متحمسين جدا نسمع من حضرتك الكلام يطمنا ويفتح لينا أبواب نفهم بيها نفسنا أكتر، ويخلينا نعرف نتعامل مشاعرنا ونديرها بشكل أفضل. أهلا أستاذة ولاء، وشكرا على المقدمة الجميلة دي. تعالى كده في البداية نبدأ حوارنا عن الصحة النفسية وعلاقتها بحياتنا اليومية. إزاي نقدر نفهم نفسنا وندعم نفسنا بطريقة أفضل؟ الصحة النفسية ما هياش حاجة كمالية أو طرف، وإنما هي هدف مهم جدا لازم يسعى إليه كل شخص. أول حاجة في تحقيق هذا الهدف إن احنا نفهم نفسنا، وإنه مش بالضرورة إنه أكون أنا طبيب نفسي أو حد أخصائي نفسي أو حد بيدرس في علم النفس علشان يفهم النفس البشرية. النفس البشرية دي جوانا، فعلشان أدير حياتي كويس لازم أبقى بأدير نفسي كويس. ففهم النفس البشرية ده شيء كده يعني إيه، كأنه فرض عين على كل الناس إن هم لابد يقروا في علم النفس وتثقفوا في هذا الجانب علشان يقدر يشوف مواطن ضعفه ومواطن قوته. نيجي بقى لايه، لعلاقاتنا بقى بالاخرين، ان احنا نفهم برضو الناس ونفهم الحياة فهم جيد، فهم واقعي. ايه اهمية انه اوصل لدرجة كويسة من الصحة النفسية؟ حاجتين مهمين جدا. اول حاجة، انتاجية الانسان بتزيد لما يكون صحيح نفسيا. الحاجة التانية، ابداع الانسان يزيد لما يكون في صحة نفسية. صحيح. فالصحة النفسية مرتبطة بالنجاح في العمل، النجاح في التعامل مع الناس، الإنجاز في الحياة في مستويات وفي جوانب كتير مختلفة. الإبداع، إنه الإبداع ده سمة مهمة جدا في البشر، ده اللي بيعطي للناس قيمتهم وبيعطي للناس مكانتهم. انه اي فكرة جديدة بتضيف للحياة. يعني الاستديو اللي احنا قاعدين فيه ده كل حاجة فيه هي نتيجة ابداع. أيوة. الميكروفون اللي قدامنا ده ابداع، الاضاءة المتسلطة علينا دي ابداع، الكرسي اللي احنا قاعدين عليه ابداع، اللبس اللي احنا لابسينه ابداع. فالابداع هو الذي يصنع الحياة. معروف ان المبدع محتاج ان يكون منشرح الصدر، يكون في حالة طمأنينة وحالة راحة وفي حالة فكر متفتح وفي حالة حرية من قيود كتير وفي حالة تحرر من مخاوف كتير.